مدرس قطع طالب عنده ل3 اجزاء ورمى كل جزء فيهم في حته، ولاحظ ان اللي بنتكلم عنه ده انه اتقطع انسان، فالموضوع مش بسيط والحاجات دي موجوده دلوقتي ومنتشره كتير جدا. قبل بس ما نخش في القصه واحكي لك الموضوع كله، لو مش مشترك اشترك لان ناس كتير بتتفرج عليا ومش مشتركه. بنتكلم النهارده عن قصه حقيقيه لسه حاصله من يومين، والنهارده هنتكلم عن طالب مصري اسمه ايهاب اشرف، الطالب المصري اللي استاذه قتله. وبالظبط الموضوع حصل من يومين في الدقهليه. وملحوظه مش عارف هتفرق معاك ولا لا، بس المدرس ده كان بيديه درس خصوصي في البيت، فمش كل حاجه في البيت برضو امان، خصوصا في الزمن ده. ايه القصه بقى؟ ايهاب كان طالب في اولى ثانوي عنده 16 سنه، وعايش في منطقه في الدقهليه اسمها الستاموني. وفي يوم راح الدرس بتاعه، بس اليوم ده مرجعش من الدرس، فاكيد اهله قلقوا عليه وحاولوا يوصلوا له كتير واتصلوا عليه كتير، بس ما ردش عليهم. ولما اخيرا رد، مش هو اللي كلمهم في التليفون، حد تاني رد مكانه، واللي رد عليهم قال لهم ان ايهاب مخطوف وطالب فيه فديه 100,000 جنيه. عيلته على طول من غير ما يفكروا راحوا بلغوا الشرطه، وفعلا العيله راحت للشرطه وعملوا بلاغ بالمكالمه دي. واللي هقوله لك دلوقتي ده بيان النيابه العامه. جاء اختار لمركز شرطه الستاموني ان الاهالي لقوا نص جسم انسان، والنص اللي تحت بس اللي هو من عند الرجلين، والاهالي اخدوا الجسم وسلموه للمستشفى، وعشان النيابه تيجي ويفحصوا ويشوفوا ايه ده، مين ده، ايه اللي حصل. واكيد النيابه لما راحت معرفوش مين ده، بس فكروا في والد ايهاب وقالوا له يجي يبص على الجثه، يمكن يعرف حاجه في الهدوم، في الكوتشي، في اي حاجه تقول لهم يمكن ده ايهاب. ولما ابوه راح فعلا قال لهم ان ده ايهاب، لان الكوتشي والبنطلون بتوعه. بس الشرطه استنت برضه يعملوا تحليل DNA يتاكدوا 100%، وفعلا بعد ما نتيجه التحليل طلع فعلا ايهاب. وبعد ما اتدفن ايهاب الله يرحمه بكام يوم، عرفت الشرطه مين اللي عمل فيه كده، وهو مدرس الفيزياء بتاع ايهاب. ومدرس ده كان لسه بيدرس في الجامعه، لسه ما اتخرجش، وقال انه عمل كده بسبب انه كان مزنوق في فلوس كتير وما كانش عارف يسدها ازاي، وما لقاش اي حل تاني غير انه يخطف ايهاب ويطلب فيه فديه. ولما لقى الموضوع كبر منه فكر ان هو يخلص من ايهاب علشان ما يروحش يقول لهم ان هو اللي كان خاطفه. وقال كمان انه عارف ان والد ايهاب غني جدا ومش هتفرق معاه ال100,000 جنيه بالنسبه له ولا حاجه، بس بالنسبه للمدرس تفرق معاه كتير لانه مزنوق في الفلوس دي ومش عارف يجيبها. الحقيقه ما تعرفش يصعب عليك ولا تكرهها اكتر. واعترف انه عمل فيه اللي عمله بسكينه عاديه. والتفاصيل اللي جايه دي لو انت شخص بتقرف انصحك جري الحبه دول. هو المدرس ده بصراحه ما قطعهوش لنصين زي ما جه في دماغك، هو قطعه ل3 حتت ورمى كل جزء في حته في البلد، وكان بيدور على الحتت اللي فيها طين او فضلات حيوانات ويحاول يغطي بيها ريحه الجثه والاجزاء المتقطعه منها. والاجزاء اللي كانت متقطعه دي حسب الترتيب اللي لقوها بيه الرجلين، وبعدين من الحوض لحد الرقبه، واخر حاجه الراس. الحقيقه ما اعرفش عمل كل ده ازاي من غير ما حد ما يشوفه. ممكن يكون في حد ساعده وما اتقفش، او ممكن كان هو مخطط ودارس كل حاجه عملها وقعد خطط للموضوع من فتره كبيره، لانه كمان كان عارف ان ابو الولد غني ومعاه فلوس كتير جدا. وبرضه من الحاجات اللي لقيتها الشرطه واكدت ان المدرس ده هو اللي عمل كده، ان هم لقوا جزء من السجاده عنده مقطوع، والجزء اللي كان مقطوع في السجاده لقوا جزء مطابق ليه مع الجثه. عارف ان كل ده ممكن يكون غريب، هو اكيد غريب مش ممكن، بس ممكن تكون مش مستوعب هو ازاي يعمل كل ده. احب اقولك انه بعد كل ده عمل حاجه اصعب، كان منزل البوست على الفيس بيدعي على اللي عمل كده في ايهاب الله يرحمه، وراح العزا، واللي كانوا في العزا قالوا انه كان بيعيط جامد، بس تقريبا كده والله اعلم ان ربنا استجاب لدعوته لما دعا في البوست على اللي عمل كده في ايهاب. قول لي بقى في الكومنتات ايه رايك في كل اللي حصل ده، وايه رايك في الجرائم اللي زي كده وانتشرت الفتره دي بشكل غريب، تفتكر ليه انتشرت اساسا؟ وبس كده الفيديو بقى خلص، ما تنساش اللايك وتشترك وتفعل الجرس وتسيب لي رايك تحت في الكومنتات. وبس يا زميلي، سلام.